فينك يعني مختفي؟ لا ابدا، كنت مشغول مع واحد صاحبي. وده عايز منك فلوس ولا مصلحة؟ انا كنت بخلص له شويه شغل كده بس عشان هو مش فاضي، يعني قال لي خارج مع خطيبته. وانت لو زي كل مرة ها؟ كروديا انت كده. لا يا صاحبي، بس الصحاب لبعضيها. انت عارف ان اللي اخترع الجملة ديت اخترعها عشان كان عايز مصلحة من صاحبه، مش عشان الصحاب اللي بعضيها ولا الكلام ده. لانك لو فكرت لمدة 3 ثواني بس وفهمت الجملة ديت هتفهم انك لازم عشان تخدم تتخدم. جربت بقى تطلب من صاحبك ده حاجة عشان يعملها لك؟ انا مش محتاج لحد، يعني بحاول اظبط كل اموري بنفسي. ولا نفترض مثلا يعني انه مش هيعمل لك اللي انت عايزه، هتبقى وحشة قوي دي. قلت لك لا عشان انا مش محتاج مساعده حد. انت خايف تقول انك انت الكروت اللي لبستها؟ على فكرة عادي، كلنا بنغلط، بس الفكرة كلها ان مفيش حد بيعترف بغلطه، ودي المشكلة. انت عايز تفهمني ان مساعده الناس بقت غلط؟ لما تعامل الناس بمعاملتهم بيحسوا قد ايه انت كنت وحش وزبالة وان خسارة على العشرة اللي كانت معاك، لكن لما يستغلوك هيقولوا له عليك انك انت كنت احسن حد في حياته. وده مش عشان انت جامد ولا حاجة، ده عشان انت المغفر اللي كنت بتاخد على قفاه. وللأسف انت هتبقى مبسوط لانه بيجاملوك عشان مصلحتهم وبس. انا بقول الكلام ده عشان انا بحبك وخايف على مصلحتك. يا عم انا كنت بحاول اساعده، يعني حركه جدعانه مني. خلصت لي بقى الشغل اللي قلت لك عليه؟ عشان للاسف الشديد دلوقتي انا خارج مع خطيبتي ولازم امشي. يا ريت تخلصوا.